السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل يومكم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا بقى كتاكيت، انا بعمل الاكل بسرعه كده عشان احنا دلوقتي الساعه 6:30 المغرب وما فطرناش. وهتقولوا لي ليه ما فطرتوش؟ هقول لكم عشان في حاجه كده حصلت، مش عاوزه اقول يعني هي حاجه، هي مش حلوه، هو قضاء الله وقدره. شاب في البيت اللي جنبنا كده توفى، فصحينا كلنا على السويت ونزلنا وحضرنا صلاه الجنازه وقعدت، وكان في عندي حاجات بعملها. المهم يعني وصلت لحد ما الساعه دلوقتي 6:30، والكتاكيت اللي عندنا بدأوا، امي مش قادره اقول لكم بقى، مش بيصوصوا، لا ده بدأوا يعيطوا كمان. بصوا، فانا كنت هعمل الكبده دي الصبح، فقلت لا انا هحمر بقى معاها البطاطس ونتغدوا كبده وبطاطس، وعندي كام خياره في التلاجة، ويبقى الحمد لله على كده. بس قلت وانا بعمل الاكل كده يعني اكلمكم كده في حاجه، بحس ان ديت ربنا بيدينا بيها يعني ايه، بيذكرنا، بس احنا ساعات ما بناخدش بالنا، ما اعرفش، او بنتساهى او بنطنش ان الموت ده ممكن يجينا في اي فجأة. كلنا عارفين يعني، انا ساعات لما اجي اتكلم يقولوا اه صح، ما الموت بيجي بفجأة وما بيفرقش بين عجوز ولا شاب، كلنا عارفين، بس مفيش حد للاسف بيعمل بها خالص. يعني كله ساجد زي الناس كده، ما بيروحوا يدفنوا ميت يبقوا كله واقف في التراب، يا مستوعظ والايمان والتقوى، يطلعوا من التراب يرجع ابوك عند اخوك، يرجع كل حاجه كما كانت، ولا تتهز فيهم شرف. واللي بيكذب بيكذب، واللي بيفتري بيفتري، واللي بيتبلى بيتبلى، واللي بيحشر نفسه في حياه الناس، واللي بيطلع في الناس كلام وحاجات مش فيهم خلاص. فانا ببقى مستغربه قوي ان انتوا يعني انا ببص والله العظيم، يعني انا شايفان بجد، والنهارده هو بس الكل. فيا ريت يا جماعه، يا ريت، انا بس حبيت اقول الكلمتين دول. انا عارفه انكم في ناس كتير ممكن تتضايق من كلامي، بس يا ريت الناس اللي بتفتري على الناس بلاش، والناس اللي بتتبلى على الناس، والناس اللي بتتدخل في حياه الناس، والناس اللي شغله دماغها بالناس بلاش. دعوا الملك للمالك. احنا في لحظه ممكن البني ادم ينام ما يقومش، ده بغض النظر بقى عن الزلزال اللي كان حاصل من يومين، اللي هو في ناس حست بيه، في ناس ما حستش بيه. انا عامه كنت نايمه وما حسيتش بحاجه نمت وصحيت الصبح قالوا في زلزال، ولا يعني زلزال البيت وكان واقع عليا انا والكتاكيت اللي معايا دول، والنبي ما كنا حسينا بحاجه، كنا رحنا كده رحمه الله، ما حسيتش باي حاجه. في ناس تانية تقول لا انا حسيت، انا والله ما حسيت بحاجه. يعني انا كنت هنام كان هيتهد البيت، كنت هفضل نايمه مكاني. فالموت ده يعني في لحظه ممكن ما نكونوش موجودين، بس ما اعرفش الناس بتبقى متغافله او مش عاوزه تفتكر اللحظه دي. اللي بيكذب بيكذب، واللي بيفتري، وخصوصا بقى، ودي رساله انا بوصلها كده في الفيديو ده، الناس اللي تفتري على ست تكون بتربي في يتامى. الست اللي تكون بتربي في يتامى كده قطط صغيرين شايله مسؤوليتهم لوحدها، وتكون معتكفه كده بعيده عن الناس، يقولوا عليها انها متكبره او واخده قلم في نفسها، وهي ولا متكبره ولا واخده قلم في نفسها، هي معتكفه كده بالشيله بتاعتها والحمل التقيل قوي، عشان هي برضه لو اتكلمت وتكلم ده وتكلم ده برضو الناس هتتكلم عليها، يقولوا ما هي عشان خاطر لسه شابه وصغيره بتقعد بقى، ما فيش حد عاوزه تصطاد عريس زي ما بيقولوا. ولو احتكفت في حالها بالمسؤوليه اللي هي فيها وقافله عليها بابها، يقولوا عليها منفوخه ومتقنعره. فيا ريت يا جماعه ما حدش يشغل نفسه بحد، ماشي؟ وديت الصينيه دي بتعتبر فطرنا وغدانا، والله احنا ما فطرناش، احنا صحينا على الخبر دوت على السويت والشاب اللي مات، وصحينا كلنا وسهينا، وانا بقى سهيت في كذا حاجه، ودوت يعتبر فطرنا وغدانا. يعني دلوقتي الساعه 6:30، وربنا يجعل يومكم كله خير وهنا وسعاده. والنبي كنت هحط 3 خيارات كده، لا استنى انا هجيب السكينه اقطعهم، عشان انا عندي الكتكوت الصغير ما بيعجبوش كده. ربنا يجعل يومكم كله خير وهنا وسعاده، وربنا ما يحرقش قلب حد على ضناه. ويا ريت يا جماعه، يا ريت ما نشغلش دماغنا بحد، كل واحد شايل همه
في الدنيا. اللي ربنا يقدره على كلمه طيبه يقولها، واللي ما يقدروش خلاص يسكت احسن. يومكم كله خير وهنا وسعاده، وربنا يا رب ما يوجعكمش في اي حبيب. سلام.